طبعًا كلنا شُفنا الأسبوع اللي فات الافتتاح بتاع مطعم ناصر البرنس، كبدة البرنس. الراجل بقى له 3 سنين قافل ورجع فتح بمول كبير في الشيخ زايد. المهم طبعًا كالعادة يعني في افتتاح أي مطعم الfood blogger كلّهم بيروحوا عشان يصوّروا ويجرّبوا الأكل والكلام ده كلّه. من آراء الناس والناس اللي راحت وبتاع بيقولوا إن الراجل ده حاجة ممتازة وما فيش بعد كده، الناس اللي جرّبته بقى أيام إمبابة والكلام اللطيف ده كلّه. الراجل كان مانع تصوير داخل المطعم، أنت عايز تدخل تاكل أهلًا وسهلًا، بتطلب أكل برّه أهلًا وسهلًا، لكن إن أنت تدخل تصوّر فهو كان مانع الكلام ده، من أول يوم تقريبًا افتتاح. المهم أنا شُفت 3 نماذج للناس اللي هم الfood blogger دول، بصراحة يعني فاهم، حاجة مثيرة للشفقة. أول واحد أنا شُفته بصراحة ده راجل احترمته، أنا مش هاتكلم في أسماء يعني. أول واحد شُفته الراجل ده قال لك أنا دخلت واستأذنت منهم للتصوير، قالوا لا والله يا جماعة إيه، في تعاقد تقريبًا يعني المطعم متعاقد مع شركة تسويق أو كده، فهو ممنوع التصوير. فالراجل قال لك يعني شالونا فوق الراس واحترمونا وبتاع وتقريبًا هو اشترى حاجته يعني ومشي يعني. واحد تاني ده دخل وقعد طبعًا زي الباشا، هو ما استأذنش من حد، تمام، وقاعد وطالب الأكل وحاطط تليفونه أو حاطط أيًا كان يعني. فجه واحد من الناس المسؤولين عن المطعم قال له: "أنت حضرتك بتعمل إيه؟" قال له: "باصوّر." قال له: "لأ مش هينفع." وبتاع. وتقريبًا لفّوا له حاجته وإيه، طلع إيه، قعد في عربيته وصوّر نَفْسه وهو بياكل يعني في العربية بتاعته، حلو. الراجل ده عمّال طبعًا بيتكلم على قلة ذوق ومش قلة ذوق، هو أهلًا وسهلًا، هو أنت حضرتك استأذنتهم؟ ما هو أنت قلة الذوق اللي أنت حضرتك بتتكلم عليها، أنت استأذنتهم أصلًا؟ ما استأذنتهمش. هو كل واحد حُر في ما يملك. أنت رايح داخل على مطعم، أنت ضيف في المطعم ده رايح تاكل فيه، تمام؟ فأنت المفروض داخل تصوّر، أنت عندك هدف. فيا جماعة بعد إذنكم أنا كذا، كذا، أنا داخل عشان أعمل كذا. لا والله مش هينفع، بس شكرًا. عايز بقى تقعد أنت تاكل، عايز تاخد أكلك تشتريه وتمشي، أنت حُر. لكن تطلع تاخد حاجتك والله أصل قلة ذوق وأصل وبتاع. يعني خير يعني أنت عايز إيه؟ واحد تاني بقى ده بقى جميل جدًا، تمام، ده قال لك إيه بقى، ده حَب بقى يعني يعلّي على كل أصحابه في نفس القصة ديّة، قال لك أنا كرامتي ما تسمحليش إن أنا أروح وبتاع، و وهو بيدخّل ناس وناس لأ. هو طبعًا قصده على واحد وتحديدًا اللي هو عمرو الهادي ومحمد الهادي، دول ناس محترمة يعني، أنا بغض النظر إن هم يعني يعني، بس باشوفهم إن هم ناس محترمة. الراجل حتى لمّا دخّلهم هم مش بيصوّروا أكل، يعني الناس ما دخلوش طلبوا الmenu كلّها وقعدوا قال لك الأصناف كذا، كذا، كذا. ده متصوّر يعني هُم الاتنين واقفين هو وناصر البرنس بياكلوا في طبق واحد، يعني واقفين على الواقف، جايب طبق وعمّال طبق مكرونة بالكبدة ومش عارف طبق إيه تاني وقاعدين بياكلوا. المهم الباشمهندس بقى اللي هو بيتكلّم في الفيديو ده قال لك إيه، قال لك أنا ما أقدرش إن أنا أقبل على كرامتي إن أنا أروح مطعم ويقول لي لأ ما فيش تصوير، وهو قال يعني بيدخّل ناس وناس وعايز يحُط نَفْسه في الA class. لأ هو في الA class، هو مش هيحُط نَفْسه لإن هو الراجل سُمعته معروفة مش في مصر بس، ده في الدول العربية كمان. الراجل ده في الفترات بتاعة الحِج بيكون موجود في السعودية، بي طبعًا مع مطوّفين في السعودية، بيكون موجود في موسم الحِج بيخدِّم على يعني حُجّاج وحاجات زي كده، هو والطقم بتاعه. ودي معروفة عن ناصر البرنس من زمان. ناصر البرنس هنا في مصر مش كان يعني من أيام ما كان في إمبابة، كان بنتكلم إن في سفرا بياخدوه في السفارات يعمل لهم أكل، النادي الأهلي كان بياخدهم بياخدوه يعمل لهم أكل، فهو الراجل A class. فأنت مش حضرتك طالع عشان تقول إن هو A class والّا مش A class، لأ هو A class، تمام. بس قصة إن هو مانع التصوير هو حُر. وبعدين أنت ما تقبلش نَفْسك، ما أنت بتروح يا حبيبي، ما أنتم بتنزلوا كلّكم في افتتاح أي مطعم وبيستقبلكم استقبال معيّن وبيكون عامل لكم وجبات معيّنة والكلام من ده وبتاع، وبتقولوا الكلمتين الهجص بتوعكم وبتاخدوا بعضكم وتمشوا، تمام. أنت حضرتك أغلب محتواك إن أنت بتبقى طالب الأكل والأكل ده بييجي لك في البيت وأنت بتقعد تعمل له الreview بتاعك، ما عملتش كده ليه؟ لكن ما تطلعش تعلّي على الناس، ما تطلعش تعمل نَفْسك فاهم بتاع يعني فاهم اللي هو لا والله أصل أنا كرامتي، هم مش مهزأين. في ناس احترمت نَفْسها بتروح وبتسأل هل ينفع أصوّر؟ لأ، لأ، وفي ناس فاهم اللي هو بيهين نَفْسه، اللي هو بيدخل ما بيستأذنش وفاهم وبتحصل معاه اللقطة اللطيفة اللي هم بيطلّعوه برّه المطعم. وبيطلع بقى يعمل فيديو ويعترض فيه وبتاع والكلام ده كله. فيا جماعة ارتقوا بنفسكم. وأنت يا باشمهندس مش لازم تعلّي على الناس يعني، أنت مش لازم تعلّي على زمايلك، ما كل واحد حُر. فبصراحة لمّا شُفت الموقف ده فقُلت إن أنا هنا لازم أتكلّم في شكليات عن الموقف دوّة.
لان بصراحه الناس دي يعني انا احترمت ناصر البرنس جدا في الحركه اللي هو عاملها، ان هو ما يدخلش حد وما يخليش حد يصور او يدخل اللي على مزاجه. بصراحه انا محترمه جدا في الحركه دي. هو الراجل اصلا مش محتاج، يعني الراجل هو اصلا بيعمل شو لنفسه. يعني لو تفتكر من ايام المطعم بتاع امبابه، الراجل بيعمل شو بيقف بالمايك ويقعد ينده ويتكلم وفي دي جي شغال وفي تنوره موجوده وكلام من ده كله. تمام. باشمهندس فود بلوجر زعلان عشان خاطر الراجل مش عايز يدخلكم كلكم. تمام. وبيختار ناس او هو مش عايز حد يصور، هو حر. ما حكم في ماله يعني فما ظلم يعني. فانت زعلان ليه؟ باشمهندس، ما انت بتروح وبتقف معاهم في الدور. مطاعم كتيره والناس بتعاملكم، وطبعا كل مطعم على تقله بيعاملكم معامله معينه وبيطلب منكم طلبات معينه وكلكم بتقبلوا بيها يعني. فعادي يعني. السلام عليكم.